السرقة هي سلوك غير أخلاقي وغير قانوني، ويجب على الأفراد تجنبها. إليك بعض النصائح للتوقف عن السرقة. تطوير الوعي الأخلاقي. فهم الفرق بين الصحيح والخاطئ. التفكير في تأثير أفعالك على الآخرين. تعزيز القيم الشخصية. تعزيز النزاهة والأمانة كقيم أساسية. التفكير في الصدق والشفافية في التعاملات اليومية. تطوير مهارات التحكم الذاتي. تعلم كيفية التحكم في رغباتك والتفكير قبل القيام بأفعال غير ملتزمة أخلاقياً. البحث عن بدائل صحية. البحث عن وسائل أخرى لتحقيق احتياجاتك دون اللجوء إلى السرقة. استخدام الإبداع والعمل الجاد لتحقيق الأهداف. التعلم من تجارب الآخرين. قراءة حول قصص النجاح والفشل للأفراد الذين قاوموا السرقة ونجحوا في حياتهم. البحث عن دعم اجتماعي. الحديث مع الأصدقاء والعائلة حول التحديات التي تواجهك والبحث عن دعمهم. فهم عواقب السرقة. التفكير في العواقب القانونية والاجتماعية للسرقة. النظر في كيف يمكن أن تؤثر سلوكياتك على حياتك المستقبلية. البحث عن مساعدة احترافية. في حالة وجود قضايا نفسية أو اجتماعية تقف وراء السلوك السارق، يمكن البحث عن مساعدة من محترفين في المجال النفسي أو الاجتماعي. تذكروا أن الالتزام بالأخلاق والقيم يسهم في بناء حياة صحية وناجحة، وتجنب السرقة يعزز الثقة بين الأفراد ويحسن العلاقات الاجتماعية.